بيبدأ الفيلم بطفل اسمه جاك وهو قاعد مع أبوه اللي بيقرأ له قصة أسطورية، وبتكون القصة بتحكي عن الملك إيريك اللي كان بيحكم دولتهم زمان. ووقتها الرهبان كانوا عاوزين يطلعوا السماء علشان يشوفوا الجنة، فعملوا تعويذة على بذور الفاصوليا، والبذور دي نبتت منها شجرة كبيرة والفروع بتاعتها اخترقت السماء. وبعدها الرهبان اتسلقوا الشجرة علشان يوصلوا للسماء، وكانوا معتقدين ان هم هيوصلوا لبوابة الجنة، لكنهم اتصدموا لما لقوا نفسهم في مملكة العمالقة اللي ما بين السماء والأرض. ووقتها هجم العمالقة على الرهبان وخلصوا عليهم، وبعدها نزل العمالقة من على نفس الشجرة للأرض واحتلوا الأرض ودمروا كل حاجة فيها. لكن أكتر حاجة عجبتهم هي اللحم البشري، وعلشان كده العمالقة أكلوا عدد كبير جدا من البشر. لكن فرسان الملك قدروا يقتلوا واحد من العمالقة دول، ووقتها الملك إيريك أمر الرهبان إن هم يلاقوا طريقة يسيطروا بيها على العمالقة. فقرر الرهبان وقتها إن هم ياخدوا قلب العملاق الميت ده ويحرقوه ويعملوا عليه تعويذة معينة، وبعدها صنعوا منه تاج مسحور وادوه للملك إيريك علشان يتحكم في كل العمالقة اللي بتدمر الأرض. وبمجرد ما الملك إيريك لبس التاج ده العمالقة كلهم ركعوا قدامه، فأمرهم إن هم يرجعوا لمملكتهم اللي ما بين السماء والأرض. وبعدها الملك أمر جنوده بقطع جذور الشجرة، وبكده قدر الملك إيريك إن هو يرجع العمالقة لمملكتهم تاني ويخلص الأرض من شرهم. وبعد فترة من الزمن مات الملك إيريك واندفن معاه تاجه وبذور الفاصوليا السحرية. وبينهي الأب القصة وبيقول لابنه إن هو من وقتها والقصة بقت أسطورة قديمة. وفي نفس الوقت ده بتكون إيزابيل حفيدة الملك إيريك مع أمها في القصر، وأمها بتحكي لها نفس القصة اللي كان بيقراها جاك مع أبوه. وبتعدي 10 سنين على الأحداث دي، وبيبقى جاك مزارع بسيط وبيعيش مع عمه من بعد وفاة أبوه. وبيضطر عم جاك إن هو يبيع العربية والحصان بتوعه، وده لأن هما ما معهمش فلوس يصلحوا بيها سقف البيت. فبيروح جاك للسوق اللي في المملكة علشان يبيعهم، لكنه بيلاقي عرض مسرحي بيحكي قصة الملك إيريك اللي هو بيحبها. فبيسيب الحصان والعربية وبيدخل يتفرج على العرض، وبيلفت انتباه جاك إن في بنت جميلة بتتفرج على المسرحية باهتمام شديد. وفجأة بيجي مجموعة من الحرامية وبيحاولوا يسرقوا الأسورة بتاعت البنت دي. فبيقرر جاك إن هو يدافع عنها، لكن قائد حرس الملك اللي اسمه المونت بيجي ومعاه قواته، وبياخدوا البنت دي وبيرجعوا بيها للقصر تاني. وبيتضح إن البنت دي تبقى هي الأميرة إيزابيل بنت الملك. وفي الوقت ده بيكون الوزير رودريك في طريقه لمكتبه مع ويك رئيس الشرطة، وبيعرف رودريك من ويك إن الأميرة هربت من القصر. وبيظهر إن رودريك هيتجوز الأميرة قريب، وإن هو بعد ما هيتجوزها هيستولى على حكم المملكة. وبيشوف رودريك واحد من الرهبان وهو خارج من نفس المبنى اللي فيه المكتب بتاعه. فبيروح رودريك مكتبه وبيلاقيه في حالة فوضى كبيرة. فبيفهم إن في حد دخل مكتبه وفتشه، وبيمسك كتاب من بتوعه وبيكتشف إن الحاجة اللي هو كان مخبيها جواه اختفت. فبيجري بسرعة على قصرية الزرع وبيلاقي تاج الملك إيريك الأسطوري موجود مكانه. وبنعرف هنا إن رودريك قدر يوصل للبذور السحرية والتاج وكان مخبيهم في مكتبه. وبيستنتج رودريك إن الراهب اللي هو شافه من شوية هو اللي سرق البذور السحرية. فبيدي الوزير أوامره لويك، وبيقول له إن هو لازم يقبض على الراهب ده بسرعة. فبيتم قفل البوابات وتفتيش كل اللي موجودين في المملكة. وفي نفس الوقت ده بيكون جاك بيعرض حصانه للبيع، وبيشوف الراهب وبيعرض عليه إن هو يشتري منه الحصان مقابل البذور اللي معاه. وبيطلب منه يروح يسلم البذور دي للكنيسة وياخد ثمن الحصان. وبيفهمه إن البذور دي ممكن تغير العالم كله، وبيحذره إن هو ما يخليش البذور دي تلمس المية أبدا. فبيوافق جاك وبياخد البذور من الراهب وبيديله الحصان، لكن الراهب ما بيقدرش يهرب بره المملكة وبيتقبض عليه. وبعدها بيرجع جاك لعمه وبيعرفه اللي حصل. فبيتعصب عمه عليه وبيتهمه ان هو مهمل وان الراهب نصب عليه، وبيرمي عمه البذور على الارض. فبيلمهم جاك وبتاع بذرة بينهم بين الخشب، وجاك ما بياخدش باله منها. فبيقول له عمه ان هو هيروح يبيع الحاجات اللي جاك ورثها من ابوه المتوفي علشان يقدروا يعيشوا بعد ما هو ضيع العربية والحصان، وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده إيزابيل بتكون قدام ابوها الملك وبيعنفها جدا علشان هي هربت من القصر. فبتقول له ان هي لازم تتعرف على شعبها اللي هتحكمه بعدين. ده غير ان هي حزينة لان ابوها هيجبرها تتجوز رودريك. وبيظهر ان إيزابيل مش عايزة تتجوز رودريك لان هي مش بتحبه. ده غير ان هو اكبر منها بكتير في السن، لكن ابوها بيقول لها ان قرار الجواز ده قرار نهائي وما فيهوش اي مناقشة. فبتسيبه إيزابيل وبتمشي من قدامه وهي حزينة. وبعد شوية بيروح رودريك للراهب وبيعذبه علشان يعترف بمكان البذور، لكن الراهب بيرفض ان هو يعترف، فرودريك بيقتله. وفي نفس الوقت إيزابيل بتهرب من القصر، وفي طريقها للهروب من المملكة بتحصل عاصفة شديدة جدا، وبتلاقي قدامها بيت جاك فبتخبط عليه. فبيفتح لها جاك وبيسمح لها بالدخول، وبيستنتج جاك ان دي تبقى الأميرة إيزابيل بنت الملك. واثناء ما هما بيتكلموا المطرة بتدخل تحت البيت وبتوصل لبذرة الفاصوليا السحرية، وبتبدأ البذرة في النمو بسرعة كبيرة وبتطلع منها فروع كبيرة بتخترق الأرض، وبترمي جاك بره البيت وبترفع البيت للسماء. فبيتسلق جاك فروع الشجرة وبيحاول ان هو يحرر إيزابيل وينقذها.
ينقذها، لكنه بيفقد توازنه وبيكون على وشك ان هو يقع من فوق الفروع، وبتحاول ايزابيل تنقذه. فبيمسك جاك في الاسوره بتاعت ايزابيل، لكنها بتفلت من ايديها وبيقع جاك على الارض وبيغمى عليه. وبيفوق جاك تاني يوم وبيلاقي قدامه الملك ومعاه كل قواته، وبيسالوه عن مكان الاميره لان الاسوره بتاعتها في ايده. فبيحكي لهم جاك على اللي حصل، فبيدي الملك اوامره لألمونت ان هو ياخد قواته ويطلعوا الشجره ويدوروا على ايزابيل. فبيطلب رودريك من الملك ان هو يطلع معاهم علشان ينقذ ايزابيل ويثبت لها ان هو جدير بالجواز منها. فبيوافق الملك وبياخدوا جاك معاهم، وبيفضلوا طول اليوم يتسلقوا الشجره. ولكن فجاه مجموعه من الحرس بيقعوا من فوق الشجره وبيكونوا ماسكين في حبل، وبيطلبوا من ويك ان هو يشد الحبل وينقذهم. لكن رودريك بيأمر ويك ان هو يقطع الحبل ويسيبهم يموتوا. وبيكون ألمونت وباقي القوات فوق منهم، وبيسألوا رودريك عن اللي بيحصل. فبيقول له ان الجنود وقعوا وهو بيحاول ينقذهم لكنه فشل. وبعدها كلهم بيوصلوا ارض العمالقه، وما بيكونش فاضل من قوات ألمونت غير 2 بس، هم كرو وبولد. وبيبداوا يدوروا على ايزابيل وبيلاقوا بيت جاك قدامهم، لكنهم ما بيلاقوش ايزابيل فيه. فبيخمنوا ان هي ممكن تكون دخلت ارض العمالقه، وبيمشوا كلهم ورا اثار رجليها علشان يعرفوا طريقها. وبيستغل رودريك انشغال ألمونت واللي معاه، وبيهدد جاك وبيقول له ان هو عارف ان بذور الفاصوليا السحريه معاه، وبيطلب منه يديها له والا هيقتله. فبيديله جاك كل البذور اللي معاه، لكنه بيفضل محتفظ ببذره واحده وبيشيلها في السلسله بتاعته. وبعدها بيقسموا نفسهم لفريقين، فريق بيتكون من ألمونت وجاك وكرو، والفريق التاني بيتكون من رودريك وبولد وويك. وبيتحرك كل فريق في اتجاه غير التاني، وبيكملوا بحث عن ايزابيل. وبيكتشف ألمونت ان ايزابيل سايبه علامات على الشجر علشان تقدر ترجع تاني. وفجاه جاك وكرو بيتعلقوا جوه شبكه كبيره وبتكون معموله كفخ لصيد الحيوانات، لكن ألمونت بيقدر يحررهم. وبعدها بيظهر قدامهم عملاق بيكون جاي ناحيتهم، فبيستخبى كرو ورا شجره وألمونت بيستخبى بين الصخور. وبينزل جاك تحت الميه علشان العملاق ما يشوفهوش، لكن العملاق بيقدر يشم ريحه كرو وبيعرف مكانه وبيقبض عليه. فبيحاول ألمونت ان هو ينقذ كرو، لكن العملاق بيضربه وبيفقده الوعي، وبياخده هو وكرو وبيمشي من المكان. وبيكون جاك متابع كل اللي بيحصل ده من تحت الميه، وبيفضل ماشي ورا العملاق لحد ما بيوصل للمكان اللي بيعيش فيه العمالقه. وفي نفس الوقت ده بيكون رودريك مع ويك وبولد وبيدوروا على ايزابيل. وبيقدر رودريك هو وويك ان هم يخدعوا بولد وبيرموه من فوق الجبل، لكن فجاه بتيجي مجموعه من العمالقه وبتحاصرهم. وبيمسك واحد منهم ويك وبياكله قدام رودريك، وبيهجم عملاق تاني على رودريك علشان يمسكه وياكله هو كمان. لكن رودريك هنا بيطلع التاج المسحور من شنطته وبيرفعه قدام العملاق. وفي مكان تاني بتكون ايزابيل محبوسه جوه قفص، وبيكون واقف قدامها ملك العمالقه اللي اسمه فالون. وبيقول لها فالون ان هو عارف من ريحه دمها ان هي تبقى حفيده الملك إيريك، والملك إيريك ده هو اللي طردهم من الارض وحبسهم في مملكتهم من زمان. وبيقول فالون لكل العمالقه ان جه الوقت علشان ينتقموا من البشر ويدمروهم ويستولوا على الارض. واثناء ما هو بيتكلم بيدخل عليه العملاق ومعاه كرو ألمونت، فبيسالهم فالون هم طلعوا ازاي لمملكتهم، لكنهم بيرفضوا يجاوبوا على سؤاله. فبيمسك فالون كرو وبياكله علشان يجبر ألمونت ان هو يتكلم. وفجاه بيدخل عليهم رودريك وهو لابس التاج المسحور، فكل العمالقه بتركع قدامه. وبيطلع رودريك على كرسي عرش ملك العمالقه، وبيقول لكل العمالقه ان هو الملك الجديد بتاعهم، وبيعرفهم ان هم النهارده هياكلوا ويحتفلوا، وبكره كلهم هينزلوا الارض ويستولوا عليها. وبعدها الطباخ بياخد ألمونت وإيزابيل للمطبخ علشان يجهز الاكل. وبيظهر جاك وبيقدر ان هو يطلع لمكان عالي في المطبخ، وبيمسك سكينه وبينط بيها على رقبه العملاق وبيغرزها فيه لحد ما العملاق بيخبط في الحيطه وبتدخل السكينه اكتر في رقبته وبيموت. وبعدها كلهم بيهربوا من المكان وبيوصلوا لنفس المكان اللي جم منه علشان ينزلوا للارض من خلال الشجره اللي هم طلعوا من عليها، لكنهم بيلاقوا عملاق نايم في مكان النزول. فبيستخدم جاك هنا ذكائه وبيروح يجيب خليه نحل وبيحطها في بق العملاق وهو نايم. فبيقوم العملاق مفزوع من نومه وبيفضل يتألم لحد ما بيقع من فوق الجبل وبينزل على الارض وبيموت. وبمجرد ما الملك بيشوفه بيستنتج ان العمالقه هينزلوا للارض وهيدمروها، فبيأمر كل قواته ان هم يقطعوا فروع الشجره فورا علشان يمنع العمالقه من النزول للارض. وفي مملكه العمالقه ألمونت بيرفض ان هو ينزل مع جاك وإيزابيل، وبيقول لهم ان هو لازم يجيب التاج المسحور من رودريك الاول، وده لانه هيقضي على كل البشر لو نزل هو والعمالقه للارض. فبيودعوا جاك وإيزابيل وبينزلوا على الشجره. وبعدها ألمونت بيلاقي جيش من العمالقه بيستعدوا للهجوم على الارض، وبيكون قائدهم هو رودريك. لكن ألمونت بيطلع فجاه من ورا رودريك وبيهجم عليه وبتقع البذور منه على الارض، وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما ألمونت بيقدر يقتل رودريك. وبيجي فالون وبيمسك جثه رودريك وبياخد منها التاج وبيلبسه في ايده زي الخاتم. وبيحكم فالون كل العمالقه من تاني، ولكن المره دي بقوه التاج. يعني معنى كده ان مفيش بشر هتسيطر على العمالقه،
العمالقة. وفي نفس الوقت ده بيقدر جنود الملك انهم يخلعوا جذور الشجرة وبتبدأ ان هي تتحرك وتتخلع من الارض، وبيشوفها ألمونت وبينط عليها قبل ما تنهار كلها. وفي اللحظة دي جاك بيمسك إيزابيل بقوة وبيقطع غصن من غصون الشجرة وبيتعلقوا فيه، وبيقدر يقع هو وإيزابيل على كومة قش وما بيحصل لهمش حاجة. وألمونت بينط من الشجرة في النهر اللي قدام المملكة، وبعدها بيكون الملك قاعد في خيمته حزين لأن هو ضحى ببنته في سبيل المملكة، لكنه بيتفاجئ إن هي جاية عليه ومعاها جاك، فبيشكر الملك جاك لأن هو أنقذ بنته. وبعدها بياخد الملك بنته وبيمشوا في طريق رجوعهم للمملكة. وفي مملكة العمالقة بيكون فالون في قمة غضبه لأنه فقد الشجرة اللي هينزل بيها للأرض، لكنه بيلاقي قدامه البذور اللي وقعت من رودريك، فبياخدها وبيرميها في المية، فبتبدأ الأشجار في النمو والعمالقة بيوجهوها ناحية الأرض وبينزلوا من خلالها للأرض. وبيشوفهم جاك وهم نازلين فبيرجع للملك علشان يحذره، وبيقرب جاك من موكب الملك وبيطلب منهم يهربوا بسرعة، فبيظهر من وراه كل العمالقة وهم بيجروا ناحيتهم، فبيجري الملك وكل اللي معاه بكل سرعتهم علشان يوصلوا للمملكة. وبيكون ألمونت موجود عند البوابة، وبمجرد ما بيدخل الملك وبنته إيزابيل للمملكة بيدي ألمونت أوامره لكل الجنود علشان يقفلوا الجسر اللي بيوصل للبوابة. وبيقدر جاك إن هو ينط على الجسر في آخر لحظة، لكن فالون بيقدر يتعلق في الجسر، فبيضربوا الجنود بالأسهم وبيوقعوه في النهر، وبيكون في نار شديدة على وش المية وما بيقدرش فالون يخرج منها، فبيغطس تحت المية وبيدور على طريق تاني علشان يخرج منه. لكن العمالقة بيفتكروا إن فالون مات، فبياخد مكان واحد منهم اسمه فام، وبيكون هو الملك والقائد، وبيدي فام أوامره للعمالقة بالهجوم على الجسر. وفي اللحظة دي الملك بيطلب من إيزابيل إن هي تروح للمنارة اللي في قمة البرج وتولع الشعلة اللي فيها وتحذر كل الممالك اللي حواليهم. فبتروح إيزابيل ومعاها جاك للقصر وبيتحركوا في طريقهم للمنارة، لكنهم بيحسوا بهزة أرضية شديدة تحت الأرض، فبيستخبوا وبيشوفوا فالون هو بيخرج من أرضية القصر. وبعدها فالون بيكتشف مكانهم وبيهجم عليهم وبيكون على وشك إن هو ياكلهم، لكن جاك بيطلع بذرة الفاصوليا السحرية اللي معاه وبيرميها جوا بق فالون، فبعدها بيحس فالون بألم في بطنه وبيسيب جاك وإيزابيل وبيفضل يتألم لحد ما بتخرج فروع الشجرة من جسمه وبتموته وبتاع ايده اللي فيها التاج جنب جاك. وفي نفس الوقت بتكون البوابة اتدمرت بسبب هجوم العمالقة الشرس جدا عليها، فبيأمر ألمونت الجنود بتاعته بقفل البوابة الحديدية، لكن العمالقة بيقدروا يدمروها بكل سهولة. وبيدخل فام وكل العمالقة للمملكة وبيستعدوا علشان يهجموا على الملك وجنوده، لكن فجأة العمالقة بيرموا أسلحتهم وبيركعوا قدام جاك، واللي بيوصل للمكان وهو لابس التاج المسحور. وبيأمر جاك العمالقة بالرجوع لمملكتهم. وبعد مرور كام سنة بيكون جاك اتجوز إيزابيل وخلفوا طفلين، وبيحكي لهم جاك قصة العمالقة، فبيسألوه عن مكان التاج المسحور، فبيقول لهم ان هو خباه في مكان آمن، وبيتم توارث التاج ده عبر الأجيال لحد ما بيظهر في الوقت الحاضر، وبيكون موجود في واحد من المتاحف في لندن. وبيخلص الفيلم.